لازم الأم والأب يبقوا فاهمين البدايات اللي اتكلمنا فيها، يعني إيه BMI ويعني إيه الوزن المسموح بيه يبقى قد إيه، ولازم يستشيروا دكاترة الأطفال بتاعتهم في نوعيات الأكل اللي بياكلوها، يعني ما أنا مش باكل وخلاص، لازم أفهمهم. ودايمًا بانصح الأهل حتى لمّا بيجيبوا لي طفل عاوز يعمل أقول له دخّله الأول رياضة وامنع الحاجات الغلط اللي عندك في البيت، وبعدين نبقى نتفاهم بعد شهرين، بعد 3، بعد 6 أشهر. اديني بس فرصة إن أنا أصلّح الحاجات اللي أنتم عملتوها غلط في البيت، وبعدين نشوف. الولد ممكن يكون مظلوم، ما لوش ذنب خالص، أنتم اللي بتأكلوه. هي العادات وعلى فكرة اللي عودتوها عليه يعني. العادات اللي عودتوه عليه، هو الولد بيتصرّف زي البيت ما بيتصرّف، واخد بالك؟ يعني لا، كل ما يفتح التلاجة يلاقي شوكولاتة هياكلها، مش هيقول لأ. امنعي الشوكولاتة من البيت مبدئيًا، واخد بال حضرتك إزاي؟ كل يوم بتعمل لهم كنافة وبسبوسة وكيكة، امنعي ده وبعدين نشوف. فعادةً بتبقى العادات في البيت هي اللي غلط، فدايمًا الأطفال ما بنجريش أوي على العمليات في الأول، لمّا نشوف الظروف المحيطة بيهم ونوعّي الأهل الأول، وبعدين نبتدي نشوف بقى إذا كان الولد عنده فعلًا مشكلة والّا المشكلة كانت من عندكم أنتم.